السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. تعالوا يا بنات نعمل وصفة النهاردة، وصفة سهلة وجميلة جدا وبسيطة جدا وكلنا بنعملها في البيت. بس النهاردة هعمل لكم المحشي الكرنب بطريقة جميلة جدا وسهلة وطعمه جميل جدا، هيفرق معاكي والأول مرة هتعملوها إن شاء الله. وحصري عندي أنا المحشي الكرنب بالفراخ، محشي كرنب بالفراخ. يعني هنحشي الكرنب وهيسوي الكرنب والفراخ، هيستووا هما الاتنين في حلة واحدة، يعني اتنين في واحد. هنسوي الفراخ مع المحشي، الفراخ بقلب المحشي. تمام، ان شاء الله هيعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تعالوا يا بنات، هنجيب فرخه وهنقطعها 8 قطع صغيره. تمام، وهجيب حلة على النار واحط فيها 3 معالق زيت او معلقتين زيت، حسب يعني ايه، حسب حجم الفرخه معاكي. بس كده كده الزيت طبعا احنا هنستفاد بيه، ما تقلقوش خالص. وهسخن الزيت كويس جدا وانزل بالفرخه بتاعتنا بعد ما غسلتها كويس ونقعتها في محلول النقع. هنزل بيها في قلب الحله على الزيت بتاعنا وهو سخن جدا، واديها صدمه في قلب الزيت. وبعد كده انزل عليها بكمون وملح وفلفل وحبهان وورق لورا. تمام، وهقلب بقى زي ما انتم شايفين كده لحد ما تحمر معايا. وبعد كده اشيل اللحمه بتاعتنا من قلب الزيت بعد ما تحمر معانا وتاخد الايه الوش، صدمه من هنا وصدمه من هنا، وتاخد الوش اللي هو زي ما انتم شايفين الدهبي ده، وش ذهبي بالشكل ده كده. بصوا يعني يعتبر كده انا سويت الفراخ بمعنى الاصح ايه 50%، نص سوا. بشيل بقى كل الفراخ ديت وبسيب الحله زي ما هي. انا عايزه الحله بقى كده. هاتوا بقى الايه معايا بصل حلقان زي ما انتم شايفين كده، ومعايا طماطم حلقات برضه زي ما انتم شايفين كده. وهجيب بقى وارص في الحله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام، طبعا انا معايا المحشي مجهزاه، انا لفاه ومجهزاه. عملت خلطه المحشي وسلقت الكرنب ولفيت محشي الكرنب وجهزته في صينيه او في بول. تمام، بس باخد الرصه دي الاول وارص البصل وارص الطماطم زي ما انتم شايفين كده. لو اول مره تتابعوني اكتبوا لي بتتابعوني منين ولايك جميل كده واشتراك محفز منكم ان شاء الله، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهاتي الفراخ بقى ورصيها داير ما يدور كده، وخليها تمسك في بعضها، يعني تدخلي الفراخ في بعضها، كل قطعه في بعضها تمسك بعضها كده، عشان لما تيجي تشوفيها دلوقتي تبقى جميله جدا وتكون متماسكه معاكي في قلب مع المحشي ولا يفك منك ولا الفراخ تقع من المحشي وانت رصه المحشي ومقدماه قدام الناس او المعازيم او كده. هيعجبك جدا وهيعجبك وتقدري تعمليه في عزومه جميل جدا وشكله جميل جدا. بصي بقى، هاتي الفراخ بقى ورصيها زي ما انت شايفه كده. الفراخ رصيناها، هتبقى المحشي. لفي بالمحشي داير ما يدور على الفراخ، وحاولي تحطي بين الفراخ وبعضها محشي، بين الحتت الفاضيه وبعضها في الفراخ محشي، عشان اللي هو الصوابع ديت، عشان يمسك الفراخ في بعضها مع المحشي، عشان يتماسك كله وتبقى كلها قطعه واحده وكلها قالب واحد زي ما انتوا شفتوه في الاول. يكون المحشي قالب واحد زي ما انتوا شفتوه، فورمه واحده زي ما انتوا شفتوها كده. رصيه كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. هنرص بقى الكميه كلها. تمام، دي اول طبقه. طبقه تانية هقول لكم هنعملها ازاي عشان تخلي المحشي معاكي متماسك وما يفكش معاكي. احنا رصينا الشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى الرصه التانية، هتبقى عكس الرصه دي خالص. مش هتبقى نفس الرصه، مش هيبقى عليها، مش هيمشي نفس الرصه او على نفس الصوابع، لا. باجي بقى عكس كده. بصوا خلف خلاف، يعني عملت الاول بالطول بعمل بالعرض. تمام، يعني حطيت الاول صوابع بالطول وبعدين حطيت صوابع بالعرض. وهتمشي كده كل طبقه كده، كل طبقه عكس التانية لحد ما اخلص الكميه كلها. واحسن حاجه يا بنات ان احنا نعمل المحشي ونرصه في صينيه او في طبق استانلس كبير، وبعد كده نقوم رصينه بقى، حاطين البصل والطماطم ونرص على طول ونسوي على طول. بيدي طعم وريحه جميله جدا جدا. وبجد ان شاء الله هيعجبكم ويشرفكم في اي عزومات في اي مناسبات، ان شاء الله بيشرفكم. الطريقه دي هتشرفكم جدا، بس جربوها وقولوا ايه رايكم. انا رصيت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده بقى. وهاتوا بقى شوربه الفراخ. انا بحب شوربه الفراخ او شوربه البط. انا عندي شوربه فراخ
كانت عندي عاملاها برضو لان بحب فيه، عندي ولادي بيحبوا الفراخ الشوربه على طول موجوده، فلازم يكون عامله شوربه فراخ على طول او شوربه بط او شوربه لحمه، لازم يكون في شوربه على طول. وبتجيبي بقى تحطي وتسقي المحشي بتاعك في الشوربه زي ما انت شايفه كده، بتخلي يا دوبك الصفه اللي فوق بس نصها هو اللي باين ومش متغطي بالشوربه عشان يطلع معاكي جميل بالسوى ده وشكله جميل بالشكل ده. بتجيبي بقى صينيه او تجيبي طبق كبير وتحاولي تفضي وتقلبي الحله فيه، هيطلع جميل جدا ومتماسك معاكي ان شاء الله هيعجبك. باحاول أضبط إيدي كده خلاص بقى يا بنات. شوفوا بقى قلبت المحشي بتاعنا في قلب الطبق كده في قلب الصينية، تمام. بيبقى عندك بقى صينية على قد الحلة وترفعي بقى، شوفوا الجمال بقى والريحة بقى، يا سيدي يا سيدي بجد تحفة بجد بألف هنا، جميل جدا 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 إن شاء الله هيعجبكم. وادي الحلة اهي. بحاول بقى أشيل البصل زي ما انتوا شايفين كده، البصل ده جميل جدا، بصوا متحمر ازاي يا بنات، بصوا البصل متحمر ازاي، جميل جدًا، 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 طعمه جميل، والبصل ده ما بنرميهوش بناكله، جميل جدًا، هو والطماطم بيبقى زي المشوي بالضبط. إيه رأيكم في الجمال ده؟ شوفوا بقى، شُفتوا اللحمة دايبة إزاي؟ اللحمة دايبة دوب، دوب، جميلة جدًا، جدًا، والمحشي مفلفل وجميل جدًا. بصوا، والله ريحة تجنن بألف هنا، لو أنتم معايا وشميتوا الريحة هتقولوا بُصّي جميل جدًا، روعة. يالّا جربوه وقولوا لي إيه رأيكم، يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب أكون ضايفة خفيفة على قلوبكم، ربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم إن شاء الله. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بلايك جميل وتعليق محفز ودعوة منكم إن شاء الله، ربنا يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعًا يا رب العالمين. ولو أي استفسار أي حاجة حابينها مني اكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم وأنا تحت أمركم، هارد عليكم في أي وقت. وأي وصفة تحبوها قولوا لي عليها وأنا تحت أمركم. شُفتوا بقى الجمال، يشرفِك في أي عزومات وفي أي وقت ممكن تعمليه، إن شاء الله يعجبكم.